في الفيديو ده هنتكلم عن جوجل أنتي جرافيتي. برنامج أنتي جرافيتي هو IDE، يعني بيئة عمل متكاملة من تطوير شركة جوجل، مبني على ال AI Agents ومنافس لكيرسر ويندسيرف. عن طريقه نقدر نستخدم AI Agents، وكل Agent يبقى مسؤول عن تنفيذ حاجة معينة جوه المشروع، أكن بالظبط عندنا شركة سوفت وير كاملة كلها عبارة عن مطورين روبوتات شغالين بالذكاء الاصطناعي. هنتكلم عن كل مميزات البرنامج، ونثبت البرنامج على الجهاز ونستخدمه بشكل مجاني، ونعرف أماكن الأدوات وإزاي نتنقل ما بينهم، وكمان الاختصارات. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا معاكم يوسف. الفيديو ده برعاية اشتراكك في القناة، وممكن نفعل زرار الجرس علشان يوصل لينا اي فيديو جديد ينزل على القناة. هنلاقي عندنا اكتر من بلاي ليست، منها للكورسات ومنها للبرامج وكمان عن التحديثات، وكمان الكوميونتي اللي بينزل عليها أسئلة وحاجات تانية مفيدة. طيب تمام، يلا بينا نبدأ. لو كتبنا في جوجل أنتي جرافيتي وفتحنا أول لينك، وبعد كده نختار داونلود، ونختار النسخة على حسب إحنا بنستخدم ويندوز أو ماك أو لينكس، ونبتدي نحمل ملف البرنامج. عقبال ما يحمل محتاجين نتكلم عن البرايسنج، وهل هو البرنامج مجاني ولا لأ. في وقت تسجيل الفيديو حاليا في خطة مجانية وفي خطة مدفوعة. النسخة المجانية نقدر من خلالها نستخدم أحدث AI موديلز زي الجيميناي 3 برو، وعدد غير محدود من تكملة الكود عن طريق التاب اوتو كومبليشنز وعن طريق الكوماند ريكوستس. لكن في ليميت لاستخدام الايجنتس، بيتجدد كل اسبوع، انما في النسخة المدفوعة بيتجدد كل 5 ساعات، ودي تبع اشتراك جوجل وان الشهري، يعني ما نقدرش نشترك في البرنامج لوحده. بعد كده هنروح على الريسورسز ونختار الدوكيومنتيشن. هنلاقي شرح مفصل وطريقة استخدام كل مميزات البرنامج. اول حاجة الايجنت، واللي بيستخدم موديلز زي جيميناي وكلاود، وكمان موديلز خاصة بواجهات المستخدم زي النانو بانانا. بعد كده عندنا الرولز والورك فلوز، اننا نقدر نحدد الرولز وقوانين معينة الايجنت يمشي عليها، واننا نقدر نمنشن ملف معين للايجنت علشان يعدل عليه. كمان الورك فلوز اننا نقدر ننشئ خريطة او مجموعة من الخطوات للايجنت علشان ينفذ تاسك معينة. بعد كده عندنا التاسك جروبس، ان لو في تاسك كبيرة ومعقدة مطلوبة من الايجنت، يقدر يقسمها لمجموعة من التاسكس الصغيرة وينفذها في نفس الوقت. بعد كده عندنا البراوزر سب ايجنت، بحيث ان البرنامج جواه متصفح، الايجنت يقدر يشغل عليه المشروع ويشوف ناتج الكود، وكمان يعدل ويصلح من الغلطات. ونقدر كمان نتفاعل معاه عن طريق طرق تانية غير الشات، زي السكرين شوتس وفيديوهات للمشروع وهو شغال على المتصفح. بعد كده عندنا ال MCP، وهي ان البرنامج بيدعى لتشغيل المشروع مع خدمات زي الكلاود SQL والفيجما ديف مود والفاير بيز وجيت هاب وباي بال وسترايب وغيرهم. بعد كده البرنامج بيدعم مميزات في المانجمنت والإنتاجية زي التاسك ليست، بنقدر نشوف مجموعة من التاسكات اللي الايجنت شغال عليها، وايه اللي خلص منها وايه اللي لسه بتتنفذ، وخطة التنفيذ والخطوات اللي هيمشي عليها الايجنت. وطبعا نقدر نتحكم ونعدل فيها في اي اجزاء. بعد كده عندنا النوليدج، وهي مكان جوه البرنامج بيتخزن فيه معلومات اثناء التفاعل مع الايجنتس، بحيث انه يعرف ويقدر يتنبأ بشكل أسهل بطريقة الشغل على حسب تفضيلات كل واحد. ومميزات جوه الإديتور زي التاب والكوماند، إننا نعمل تكملة للكود أو نختار جزء معين من الكود ونطلب من الإيجنت يعدل فيه. بعد كده عندنا الورك سبيسز، إننا نقدر نشتغل على أكتر من مشروع في نفس الوقت. وميزة البلاي جراوند، إننا نقدر نجرب وننفذ أي فكرة بشكل سريع من غير ما نحتاج نثبت أي أدوات على الجهاز. ودي نقدر نستخدمها في حالة إننا محتاجين بروتوتايب أو نسخة أولية للمشروع بشكل سريع. طيب تمام، بعد ما البرنامج يحمل وحجمه 150 ميجا، هنبتدي مع بعض نثبته على الجهاز. أول حاجة هنوافق على شروط الاستخدام ونختار Next، ونحدد مكان تثبيت البرنامج ونختار Next، وبعد كده نختار Create Desktop Icon ونختار Install.
وبعد كده فينيش ونعمل اكسبت علشان يقدر يستخدم الانترنت. اول ما يفتح هنلاقي الاونبوردنج ورسالة الترحيب، نختار نيكست ونختار السيم. طبعا انا هختار الدارك. بعد كده هنلاقي سؤال عن احنا هنستخدم الايجنتس ازاي. هنلاقي عندنا كذا اختيار. اول اختيار وده ريكومندد من البرنامج الريفيو دريفن ديفلوبمنت، في الاختيار ده لازم الايجنت يرجع لينا كل مره قبل ما ينفذ اي خطوه جوه المشروع، سواء كان في الكود او في التيرمينال. تاني اختيار وهو الايجنت دريفن ديفلوبمنت، ان الايجنت هيعمل بروسيد، هينفذ كل حاجه من غير ما نعمل له اكسبت، وهو هيكون المسؤول عن كل حاجه. تالت اختيار وهو الكاستم، نقدر نختار امتى يرجع لينا علشان نراجع الخطوات وامتى يكمل. واخر حاجه السكيور مود، وده زي الريفيو دريفن مود لكن بيكون فيه سياسات امان اضافيه وشروط امان لازم تتوفر في اي تعديل، علشان ما يكونش مثلا في ثغرة امنيه او مشاكل في المشروع تظهر بعد التطوير. انا هختار الريكومندد ريفيو دريفن مود وبعد كده نيكست. بعد كده هنختار الكي بايندنجز او الاختصارات والاكستنشنز او لغات البرمجه اللي هتستخدمها الايجنتس. انا هختار الريكومندد وبعد كده نيكست. وبعد كده هنعمل حساب جديد عن طريق جوجل ونقفل الداتا كوليكشن وبعد كده نيكست. وبكده نكون انتهينا من تثبيت البرنامج على الجهاز. اول حاجه لما نفتح البرنامج هلاقي عندنا على اليمين الايجنت، نقدر نختار الموديل ونقدر نختار ما بين البلاننج والفاست مود. البلاننج هيحضر الاول الخطوات ويبحث عن الحلول بشكل اعمق، والفاست هينفذ الخطوات على طول بشكل سريع من غير تخطيط. وهنلاقي عندنا في النص 3 بانلز للمشاريع، وعلى الشمال هنلاقي مجموعه من الادوات زي الاكستنشنز والجيت والسيرش والرن. ومن فوق هنلاقي الفيو واختصارات لمجموعة من الأدوات المهمة اللي هنحتاجها زي الكوماند باليت والاختصارها كنترول شيفت بي، والتيرمينال. واجهة المستخدم والاختصارات هنلاقيها نسخة من الفي اس كود والكرسر. من فوق على اليمين هنلاقي البانل كنترولز، اننا نقدر نفتح ونقفل اي بانل جوه البرنامج، ونقدر نفتح الميزة الجديدة اللي موجودة في انتي جرافيتي وهي المتصفح اللي جوه البرنامج نفسه. هنلاقيها جنب ايقونة السيتنجز وهيفتح لينا المتصفح. وهنحتاج نضيف جواه الاكستنشن انتي جرافيتي ونختار انستول اكستنشن وبعد كده اد تو كروم ونعمل له بن في قائمة الاكستنشنز. بعد كده نقدر نضيف المشروع من على الجهاز عن طريق اوبن فولدر. طيب تمام، هنفتح الايجنت مانجر. هلاقي على الشمال الانبوكس، وده مكان واحد متجمع فيه كل محادثات الايجنتس. والكونفرزيشن نقدر نفتح ملف من على الجهاز او اونلاين قبل كده. وبما اننا اول مرة بنجرب هنعمل سكيب وهيظهر معانا الشات. بعد كده عندنا الورك سبيسز برضو نقدر ننشئها لوكال او ريموت. وبعد كده هنلاقي البلاي جراوندز والنوليدج، ونقدر نتنقل ما بين الاديتور والايجنت مانجر من فوق على الشمال. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك، واي مصدر انا ذكرته جوه الفيديو هنقدر نوصله عن طريق وصف الفيديو. ودايما الكومنتات موجودة نقدر نتناقش فيها مع بعض او نرد على اي اسئلة خاصة بمحتوى الفيديو. سلام.